نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، ولنا مع حرب غزة وصمود الأبطال وقفة أخرى نقف عندها لنسأل أنفسنا كيف يكون الحال بعدها، وما هو العمل لتثمين ما كان فيها، لنكون بعد المحنة أحسن حالا قبلها. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، ولتكون الأمة أفراد وجماعات موصولة بمحنة غزة وما أفرزته من عبر وعظات، وحتى لا ننسى أن الثمرات الطيبات إنما تجنى بالأعمال الصالحات، وأن كل عمل لا يكون الباعث عليه والدافع إليه الإيمان بالله تعالى فهو عبث لا يستحق أن يذكر أو أن يسمى في الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها لعباده، لأن موضوع العبد إقامة العبادة لله على الوجه الذي يحبه الله. لذلك فهو دائم الصلة بربه، يسأل عن أفضل العمل الذي يوصل إليه ليتحقق رضا ربه عنه وقبوله لديه. وإنما يتقبل الله من المتقين. فجهد العمل يذهب سدى إذا لم يصدر عن تقى. ولقد سمعت بعد انقشاع الأمة التي ألمت بأهلنا في غزة أن بعض المشتغلين بالعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أفتوا بوجوب مقاطعة كل ما له صلة باليهود الظالمين، وذكروا أسماء شركات عالمية يمتلكها يهود. قالوا بوجوب مقاطعتها، خصوصا تلك الشركات التي تجعل نسبة من أرباحها للتمكين لبني صهيون للبقاء في الأرض المقدسة بكل ممكن، ولو كان بمثل الجرم الذي ظهروا به في عدوانهم على غزة. ورأيت أنا قائمة بأسماء تلك الشركات التي وقعت تحت إدارة الأنجاز من بني صهيون، يصرح في بعضها أنها توجه جزءا من أرباحها إلى دولة يهود بأرض فلسطين. وهذا العمل المقاطعة إذا نوى المقاطع بضائع هذه الشركات التي صح وثبت أنها تنصر الصهيونية والدولة اليهودية، هذا إذا نوى المقاطع أنه يقطع على هذه بفعله ذاك، أنه يقطع على هذه الشركات ما أمكنه من المال الذي كان يصلها منه بسبب الشراء منها نصرة لأهلنا في فلسطين وقياما ببعض ما يراه واجبا عليه، فله أجر ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
إنما الأعمال بالنيات، لكن لا ينبغي التوسع في هذا الأمر خشية أن يتحول إلى ضرر، ويجب قصر المقاطعة على الشركات التي ثبت تعاطيها مع اليهود الغاصبين للأرض المباركة بفلسطين. ولأن الأصل جواز وإباحة التعامل مع الكفار بيعا وشراء، يهودا كانوا أو نصارى أو مشركين، على حد سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع تعامله مع اليهود، بل كان يتسلف منهم، كما في قصة تسلفه الشعير ورهنه درعه في مقابل ذلك. وكان علي رضي الله عنه هو من خلصها بعد أن وفى سلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي الكريم والرسول الرحيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان اليهود قبل ذلك قد نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وميثاقه وغدروا به وهموا بقتله، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الرجال منهم وسبى النساء والذرية وأخرجهم من المدينة النبوية. فلقد جاء في السيرة النبوية عند ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بعد أن هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا. ولما استقر له الأمر عليه الصلاة والسلام كان يعامل اليهود المسالمين، واتخذ خادما يهوديا كان أسلم وآمن به كما صح ذلك. فعباد الله، وفي خبر إجلائه وإخراجه من المدينة النبوية دليل ساطع وخبر قاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرجهم وطردهم عن أرضهم وأحرق نخلهم الذي تحصنوا فيه وقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم. كل ذلك كان بسبب غدرهم وخبثهم وسوء طويتهم، فنقضوا العهد وهموا بقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خروجه إليهم جالسا إلى جانب جدار لهم، فقال اليهود بين بعضهم البعض، فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب، فأتاه الخبر من السماء فقام مظهرا أنه يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه: لا تبرحوا، ورجع مسرعا إلى المدينة. الحديث. فعباد الله، هؤلاء هم اليهود، أهل الغدر والخيانة والقتل والجناية، لا يتورع عن شيء ولا يحجزهم شيء. يأتيه النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم يستعينهم في مسألة وهي الدية في قصة، فيجلس منتظرا جوابهم إلى جدار لهم، فيخلو بعضهم ببعض للكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدبير قتله. فما أجرأهم على الله وما أجبنهم كيف يجتمعون للغدر برجل جاءهم بنفسه وكان بينه وبينهم ميثاق، عهد وميثاق، ولكن الله تبارك وتعالى كان وعده بأنه يعصمه من الناس عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد ذلك الحصار والحرب والقتل والسبي إلى أرض خيبر والشام. كل هذا وغيره إنما سقسه لأمرين: الأول أن من يزعم إلحاق لفظ الإرهاب بأهل الإسلام في غزة وفي كل مكان يرفع فيه أهل الإسلام صوتهم بالحق، فليعلم أن أحق أهل الأرض بلفظ الإرهاب هم هؤلاء اليهود، فهم الإرهابيون على الحقيقة، وإرهابهم شر من إرهاب غيرهم إذ يمارسونه من منطلق الدولة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم فيهم بما حكم بعد أن غدروا ونقضوا وبدلوا وغيروا وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام،
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعمم حكمه على كل يهودي ولو كان مسالما معاهدا، بدليل ما ثبت من وقوع التعامل مع أحد اليهود في السلف والإجارة ونحو ذلك. وهذا إنما يبين رحمة الإسلام وأنها رحمة شاملة عامة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أقول قولي هذا والحمد لله في الأولى والأخرى. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وأود هنا أن أوضح مسألة أهم من مقاطعة بضائع اليهود وأعوانهم. وكنت أحب لمن رفع شعار القطيعة والمقاطعة للبضائع والسلع والشركات أن يلفت نظر المسلمين أفرادا وجماعات إلى ما هو أعظم من ذلك كله، ألا وهو مقاطعتهم في الفكر والتوجه والمصير. وأن يترك المسلمون تقليد الكفار ومحاكاتهم في طريقة عيشهم ونظرتهم إلى الحياة. هذه المقاطعة في نظري القاصر هي الأنفع للمجتمع المسلم ليفيد من محنة غزة. وأن يفيد من محنة غزة أن الكفر ملة واحدة، لأنه قد عرف بعد أن رأى ما رأى وسمع ما سمع من تأييد ما يسمى بالمجتمع الدولي، وهم النصارى من كل حدب وصوب، من تأييدهم لليهود، وسموا ما حصل في حرب غزة من اغتيال للحياة وقتل لكل شيء يتحرك على أرض غزة ويدب فيها. ولست ذاكرا عدد القتلى لأنه ليس مهما عندهم. هذا الدمار الذي خلفه العدوان الغاشم الآثم على العزال والأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء، لأنه لم يمس المقاومة الصامدة يسميه الغرب المتواطئ مع أبناء القردة والخنازير، يسميه دفاعا عن النفس. فهل آن لنا أن نفيق من غفلتنا ونعود إلى سر وجودنا وإلى سبب عزنا، وأنه كان هذا التعلق بهويتنا من إقامة الدين لله ربنا. عباد الله، كفانا ما نظهره للغرب من إعجاب وإكبار وتطبيل وتزمير. حتى فنان هوليوود كان موقفه في الحرب على غزة مع اليهود، بل صرح بعض المثل من هؤلاء ممن ترى صورته في المحلات وعلى جدران غرف البنين والبنات أنه يود لو يداس هؤلاء المسلمون كلهم وينتهى من أمرهم، لأنه في نظر هذا العفن المسلمون هم سبب الإرهاب والبلايا الحاصلة في الدنيا. كأنه يقول إن وجودنا عكر حياة الغرب، وأننا النقطة السيئة في هذا الكون. هكذا يفكر فنان هوليوود وأبطال الفاحشة والرذيلة فيه. لم يركبوا فينا إلا ولا ذمة. ثم بعد ذلك نرى من يذكر هؤلاء بتبجيل وأنهم في محل القدوة والأسوة. ومن يتابع برامج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية مثلا يتملكه خوف شديد من ضياع الهوية والتوجه والمصير. ولو أننا تساءلنا يوما إذا ما فرضت علينا حرب فبأي قوم نجاهد؟ والحمد لله أن جيل نوفمبر الذي فجر الثورة كان متشبعا بروح الهوية والتوجه والمصير. ولولا ذلك والفضل لله وحده لكنا اليوم
اليوم أجيالنا تقف تحت الراية البيضاء الزرقاء الحمراء، وهو علم فرنسا ورايتها. عباد الله، نريد من جيل اليوم أن يتميز ويعتز ويقاطع ليس فقط البضايا والسلع، أن يقاطع فكر الغرب وروحه. وأنا لا أريد العلم بلا شك، لكنه المحاكاة في العيش والحياة. نريد من جيل اليوم أن يكون قدوته جيل بدر، أن يكون قدوته جيل بدر وجيل نوفمبر. جيل بدر نموذجه أنس بن النضر حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لئن التقينا بالمشركين ليرين الله ما أصنع. إنها يمين صادرة ممن قد امتلأت نفسه ثقة وتصميما، يمين من ورائها إيمان عميق الأهواء. لقد ثبت هذا الرجل في غزوة أحد حتى قتل. إنه وأمثاله هم الجديرون بوصف الرجولة الحقة الكاملة في قول ربنا عز وتبارك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نربي الشباب على أن تمتلئ قلوبهم محبة وإجلالا وإكبارا لجيل بدر الذي صنع معجزة الإسلام وأسس دولته بقيادة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا حكيما قويا رحيما، يشاور أصحابه ويعلمهم بما وعده الله به عند غزوة بدر، لأنهم كانوا قلة في ذلة، كما قال تعالى ممتنا عليهم مذكرا لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا آداب المشاورة والمحاورة مع ما قد علم أن الله معه يؤيده. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول لأصحابه ويخبرهم بأن الله تعالى وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريشا، وطرح الأمر عليهم ليسمع قولهم. فقال قائل المهاجرين: امضي بما أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اليهود بالأمس واليوم، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، يعني لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قد علم من سيرته يحب دائما ويترقب كلمة الأنصار ويستوثق نصرتهم وعهدهم وميثاقهم وبيعتهم. فما هو قولهم؟ وقد جاءت ساعة الحسم ولحظة الحسم، قام سيد الأنصار وصاحب القول فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: اذعن يا نبي الله حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ برك الغمام، موضع هناك في أقصى اليمن، قال: لنسيرن معك، ولئن استعرفت بنا هذا البحر فخذته لنخوضن معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر عليه الصلاة والسلام لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصالح القوم. عباد الله، فهل يدع جيل اليوم وشبابه
هؤلاء الرجال الأبطال فلا يتخذونهم القدوة والأسوة لهم، يستذكرونهم ويستذكرون عملهم وأخلاقهم وكلامهم هذا الذي تنهد تحت وطأته وتأثيره الجبال، ثم يذهبون ليكون قدوتهم مروجي الفاحشة والرذيلة ومحترفي الوجود من ممثلي هوليوود وأذنابهم في هذه البلاد وغيرها. فهذه القطيعة التي نريد ونؤمن أن ينقطع أبناؤنا وبناتنا عن تقليد الكفار بائعي الهوى والفجور، فهؤلاء قد علمنا بغضهم وكرههم للإسلام وأهله، فكيف يفاخر شباب اليوم بالانتماء إليهم وذكرهم ونشر صورهم، والله تعالى يقول في أمثاله من المنافقين فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يعملون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم نأسف الأسف كله لصور ما يسمى بالحراقة الذين يقطعون البحار معرضين أنفسهم للهلاك المحقق بغرض الوصول إلى الضفة الأخرى، زاعمين أنهم يجدون في بلاد الكفار رغد العيش ورفاهية الحياة. وكذب المنجمون ولو صدقك وهو كذوب، بل يلقي هؤلاء كما نراه منقولا على شاشات القنوات، في داخل مراكز جعلت خصيصا لهم تحيط بها أسوار وسياج يلقون فيها كما تلقى الكلاب المسعورة. أهذا رغد العيش؟ أهذه هي رفاهية الحياة؟ هذا الذل والصغار الذي نهى عنه الإسلام، وهو الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة. ولم يكن هذا هدي الإسلام ولا هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. هدي الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: الإنسان لا يجد ما يأكل أو يعول به نفسه وأهله. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يأخذ أحدكم أحبله جمعت حبل، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. رواه البخاري. أما المغامرة في البحر على زورق الموت تطلب عزة فقدتها بين أهلك، تظن أنك تجدها عند من يبغضك ويحتقرك ويصفك بأنك النقطة السيئة في هذا الكون. ما لكم كيف تحكمون؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح والموت عليه. فلقد كان الإمام أحمد كما يرويه ابنه صالح عنه إذا دعا له رجل قال له أحمد الإمام: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته والأعمال بخواتيمها. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا يؤفكون. فيا أيها الشباب ما لكم كيف تحكمون؟ فاللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.